مصطفى، وهذا حسن تمريرة جميلة إلى مصطفى، كرة الخطيرة يا الله العارضة، جول 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 جول، هدف أول لنادي كربلاء، العميد الكربلائي من أجل البقاء في هذا اللقاء وحصد 3 نقاط. يبدأ بقوة في مرة أولى العارضة، لكن الكرة دخلت بعد تصويبة قوية من عبد الله حسون هداف الفريق ب5 أهداف، والآن يسجل الهدف السادس. شاهد مصطفى راضي، الله على الاسيست، الله على التمريرة، وعبد الله حسون بالقدم اليسرى أيضا تصويبة قوية. نعم لا وجود للتسلل في هذه الزاوية، وهنا شاهد التمرير، الله 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 الله، لكن الكرة هل دخلت أم لم تدخل؟ في هذه اللقطة؟ نعم، شاهد مصطفى راضي، شاهد تمريرة مصطفى راضي الجميلة الذي وضع عبد الله حسون في مواجهة المرمى الخالي من الحارس عماد عيسى، لكن هذه الكرة دخلت. لنشاهد هذه الإعادة، وهنا عبد الله حسون، الكرة لم تدخل بكامل محيطها يا عبد الله، والهدف أعتقد بنسبة كبيرة سوف يلغى. نعم، الكرة لم تدخل بكامل محيطها من هذه الزاوية. نعم، أتكلم من هذه الزاوية، إلا إذا كانت هناك يعني كاميرات أخرى وزوايا أخرى في غرفة الفار. نتكلم عن هذه الزاوية التي شاهدناها في الإعادة الأخيرة، لقطة عبد الله حسون، الكرة لم تدخل بكامل محيطها. وبانتظار ماذا سوف يقول الحكم. وقعطان يسير أيضا يترقب، الكل ينتظر حول قرار الحكم بعد الكلام مع حكام الفار. ماذا هناك؟ محمد صادق، هل يلغى الهدف أم ماذا؟ نعم، يلغى الهدف، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب نادي نوروز. نعم، عباس عطية كان يمني النفس أن يحتسب الهدف، لكن نعم يا كابتن عباس، الكرة لم تدخل بكامل محيطها، وبصراحة يعني عبد الله حسون أضاع كرة التقدم، يعني كان بالإمكان أن يتعامل مع الكرة بأفضل من هذه الصورة. نعم، الكرة واضح تماما على الخط، وبالتالي قرار الحكم